مساء الخير، مساء النور، نتمنى تكونوا بألف خير. وصفة اليوم هي الطرطة بالحامض. غنديروها بلا كريم باتيسير بالحامض، وغادي نديروا واحد الحشوه اللي تكون ديال هي البخاليني. تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. غنحتاجوا 300 غرام ديال الدقيق، 100 غرام ديال الزبده اللي تكون بدرجه حراره المطبخ، 80 غرام ديال السكر سنيده، واحد القبيصه ديال الملحه، وشويه ديال يعني زيت ديال الحامض ديال حامضه وحده، ومعلقه صغيره ديال خميره الحلويات. غادي نخلطوا المقادير كاملين وغادي نبسبسوا على هذا الشكل هكا. غادي نصاوبوا اون بات بريزي. من بعد غادي نضيفوا 2 بيضات. الا كان بيض صغير راه غنحتاجوا 2 بيضات، الا كان البيض كبير غنحتاجوا بيضه ونص حتى تيجمع لينا العجين. هاد العجين هذا ما كيتدلكش، غير كيتجمع وصافي. غادي نديروا واحد الفيلم اليمونتير ونجمعوه مزيان، نغطيوه مزيان وندخلوه للثلاجه لمده ديال ساعتين. غادي نقسموا العجين على نصفين، النصف الاول يكون كبر من النصف الثاني، النصف الثاني غادي ندخلوه للثلاجه نخليوه حتى نبغيوه، والنصف الاول غادي نطلقوه. غادي نجيبوا ورق الطهي، غندردوا عليه واحد شويه ديال الدقيق، وغنطلقوا العجين ديالنا على هذا الشكل هكا. غادي نجيبوا الطاوه ديال لاطاخت، ومن بعد غادي نطلقوها. ضروري السمك ديالها يكون شويه رقيق، ما يكونش غليظ. الجناب ديالها حتى ما يكونوش غلاظ بزاف، كومصا باش ما تجيناش غليظه. صافي غنحيدوا دوك الجوانب باش يجيونا الشكل ديالها زوين. ومن بعد غادي نتقبوها بهاد الاداه هادي. الا ما كانتش متوفره ممكن نديرو غير فورشيط، راها كافيه حتى هي. غادي نجيبوا البخالينه اللي ديجا سبق لي وحضرته معكم، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. راه كونوا اكيدين هاد الحشوه هادي كتجي مع لا كريم باتيسير واعره بزاف. غناخذوا هنا لا كريم باتيسير اللي كتكون بنكهه الحامض، وغادي نديروها فوق منها على هذا الشكل هكا. بالنسبه لكريم باتيسير راه لا بليبار منكم راه كيعرفوا يحضروها، الا ما كانش راه كيتباع واحد البواطه ديال لا كريم باتيسير كتباع في السوبر مارشي، كتزيدوا لها غير الحليب والسكر والنكهه ديال الفاني او الزيت ديال السيترون او اي حاجه بغيتو تنكهوها بها صافي. كتعقد عفوا. ومن بعد كديروا لها الفيلم اليمونتير اون كونتاكت، تدخلوها الثلاجه تبرد لكم وتخدموا بها. غادي نجيبوا النصف الثاني اللي حطيناه في الثلاجه، غادي نطلقوه مزيان بورق الطهي، وضروري ما يكونش غليظ بزاف، يعني يكون شويه رقيق. نجيب هذه الاداه هذه اللي غنقطع بها باش يعطيني واحد الشكل زوين اللي غادي نزين به لاطاخ ديالي من الفوق. المهم راه الفيديو راه ديجا واضح، والشكل راه كيجي رائع بزاف. زعما هذه الاداه صراحه زوينه. صافي هنا غنكمل نقادها مزيان باش يجيني الشكل ديالها مقاد، وغنقطع على دوك الجوانب. وها هي غادي ندخلها الفران على درجه حراره 180 درجه لمده ديال تقريبا ما بين 25 حتى 30 دقيقه. هنا من خرجتها من الفران غادي نحيد لها داك الكاريط اللي لتحت، وغادي نديرها فوق من واحد الشبكه باش تبرد ليا. ما نديرهاش منها للطبسيل، علاش؟ لانه الا بقات ديك السخونيه غتعرق. صافي غنزينها بقشور ديال الحامض على هذا الشكل هكا، اولا نحك. اللي ما عندكمش هاد الاداه هذه ممكن تحكوا شويه ديال الحامض من الفوق. غادي نزينها بشويه ديال السكر كلاصي من الفوق. وهي لا تاخذ ديالنا واجده بصحه وراحه. انا نقطع لكم طريف باش تشوفوا الداخل ديالها كيفاش كيجي. ولوكوا البنات راه كيجي زوين وخطير بزاف. الناس اللي كيعجبوا لهم الحامض راه كيجي زوين بزاف، غير جربوها. وهي هاد الحلوه هذه راه كتكال بارده، غير باش تكونوا على علم. اللي عجبته هاد الفيديو يتابونا معايا في لاشين، يضغط الزر الاحمر باش يوصلوا جديد الوصفات. والناس اللي عندي في اليوتيوب ما كرهتش انكم ديروا شي تعليق، سورتو اللي عجبكم الفيديو ديروا شي تعليق زوين بحالكم، ولا لايك، وبارطاجوها مع الناس اللي كتعرفوهم. ونشوفكم على خير الى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.